بيبدأ الفيلم بفريق في الاستخبارات وهم بيتجسسوا على تاجر سلاح كبير، وده علشان يقبضوا عليه. وبيبقى الفريق متكون من 4 أفراد: السائق الهاكر والعاملين اللي في المقدمة، واحنا هنعوز منهم 2 بس، الهاكر وواحد من العاملين. والهاكر اسمها ستون وبتبقى مبتدئة لسه، أما العميل بيكون اسمه باركر. وبنرجع للمهمة، وبتحاول ستون تخترق نظام تاجر الأسلحة داخل الفندق، لكنها مش بتعرف، وبيبقى الحل الوحيد إنها تدخل المكان. وبيحذرها الكل علشان هي لسه متدربة، لكن هي بتدخل بنفسها. وبتقدر بمساعدة زميلها إنها تقترب من حارس الأمن وتخترق النظام من غير ما تتكشف. وبيعجب الكل بأدائها، وبتقدر تحدد مكان تاجر الأسلحة وبيكون تحت الفندق. وبيتحرك كارتر ويانج العملية التانية. المهم بيوصلوا وبيحاولوا إنهم يخدروا تاجر الأسلحة، لكنهم بيتكشفوا وبينزلوا قتل في كل الموجودين. وبيهرب التاجر الأسلحة، لكن بيقدر كارتر يوصل ليه، وبيفرح الفريق جدا. وبيقرروا إنهم هيجتمعوا عند أسفل الجبل، لكن اللي مش عاملين حسابه إن في حراس مستنيين العميل كارتر عند أسفل الجبل، وبيكون هيموت لا محالة. وخلال ما بتحاول ستون تهكر المكان، في بنت غريبة بتخترق الشبكة ومش بتعرف مين هي. وبيتحركوا بسرعة لمكان كارتر، وكارتر بياخد تاجر الأسلحة في عربية متنقلة، ومش بيبقى عارف مين اللي مستنيه في آخر الجبل. وبيركب الكل العربية ما عدا ستون علشان بتبقى رجليها متصابة، فبتطلب منها يانج تستناهم لحد ما ينقذوا كارتر. وبيتحركوا، لكن بتحصل الصدمة الكبيرة، وإن ستون اللي بيتريقوا عليها طلعت عميلة خطيرة جدا في منظمة كبيرة واسمها شاترد، وبيكون اسمها الحركي 9 قلوب. وبتكلم المساعد الخاص بيها وبيكون اسمه جاك، وبيعرض ليها طريق أسرع ومختصر عن طريق تكنولوجيا متطورة. وبنشوف إن ستون بارعة جدا وبتأدي حركات خطيرة بكل مرونة وثقة، وبتحاول توصل أسفل الجبل قبل زمايلها ومن غير ما حتى تتكشف. وبتحصل مضاربة بين كارتر وتاجر الأسلحة، وبعد محاولات كتيرة بتوصل ستون وبتقتل كل أفراد العصابة قبل ما يوصل زمايلها. وبتخبي الجثث بتاعتهم، لكن بينزل لهم كارتر ومعاه جثة التاجر، وبنعرف إنه سمم نفسه، وكده بتبقى المهمة فشلت. وبيرجعوا علشان ياخدوا ستون، وهما ما يعرفوش إنها تحتهم في مكتب الاستخبارات. وطبعا بيتوبخ الكل بسبب فشل المهمة. وبتكون مهمتهم الجديدة يعرفوا مين البنت اللي اخترقتهم. وبالليل بيجتمع الكل، وبيكون الكل مستغرب إن ستون فضلت مستنياهم في الحمام، لكنهم مش بيكونوا عارفين حاجة عنها أصلا. وبيبقى الكل شاكك إن البنت اللي اخترقتهم تبقى تبع وكالة سرية اسمها شاتر، لكن بيضحك الكل علشان عارفين إنها مش حقيقية. لكن السواق بيهزر مع ستون وبيقولها أنا شاكك إنك منهم، فبتضحك ستون وبتسيبهم وبترجع بيتها. وبتفضل تبحث عن البنت وبتعرف توصل لوشها. وتاني يوم في السباحة بيجي كارتر وبيحاول يقترب من ستون، لكنها بتسيبه وبتمشي علشان بيكون عندها اجتماع سري مع المديرة، واللي أول ما بتشوفها بتوبخها علشان فشلت في مهمتها وما عرفتش تنقذ التاجر، وكمان عرضت نفسها للكشف. وبنعرف إن اسم المديرة نومادا. وبنلاقي إنهم بيبحثوا عن البنت وعرفوا كل حاجة عنها، وبنعرف إن عندها ماضي سيء. وبنعرف كمان إنها بتحاول توصل لمكان جهاز متطور يقدر يعرف أي حاجة في أي مكان ويتحكم بيها وبيراقب الناس كلها، وده يبقى أصلا اسمه القلب، واللي بتبقى المنظمة كلها شغالة عليه ومعتمدة عليه. وبتقول نومادا لستون إنها مع فريق الاستخبارات وهتجيب لهم مهمة البنت دي بكرة علشان يقبضوا عليها. ونومادا بتفكرها إن الأصدقاء غير مهمين في عملهم علشان ما تتعلقش بحد، وبتسيبها وبتمشي. ولما ترجع ستون للبيت بتعمل فخ على الشبكة علشان توصل للبنت، واللي بنعرف إن اسمها كيا. وبتقدر فعلا توصل لها وبتفتح كاميرا جهازها، وبتقول لها إن اللي هم فيه مش لعبة، وبتحاول تعرف منها هي عايزة إيه بالظبط. لكن كيا بترفض تتكلم، وبتقول لها قريب هتعرفي، وبتقفل الجهاز. وتاني يوم بتوصل ستون مع الفريق لمكان المهمة، والفريق بيقضي الوقت سوا. وبنشوف إن ستون معجبة بكارتر، وكمان بيرقصوا هما الاتنين سوا. لكن فجأة بتترمي عليهم قنبلة صوتية، وبيترمي كل واحد في ناحية وبيغمى على كارتر. لكن بتتصل ستون على جاك، وبتعرف منه إن في جنود طالعين على السلالم ليهم وبيقتحموا الشقة. وبتحاول يانج تتصدى ليهم علشان ستون تهرب منهم، وبيأمرها جاك تهرب علشان أهم حاجة ما تتكشفش. وفعلا بتهرب ستون وبتسيب صاحبها في حالة حرجة، وبيكونوا خلاص هيموتوا، لكن بتقرر إنها ترجع لهم علشان هم أصحابها. وبيحاول جاك يمنعها بس مفيش فايدة، وبترجع ستون تقتل الكل بمهارة. وبيكون الكل مستعجب منها ومستغربين من قوتها وسرعتها وإنها كانت مجرد متدربة. وستون بتقدر تهزم الكل وبتاخد زمايلها وبيهربوا بالعربية بسرعة. وبسبب خبرتها بتحصل مطاردة كبيرة بين العصابة والفريق، وبتقدر ستون إنها تقتلهم كلهم بسهولة وتنقذ الفريق بتاعها. وبيرتاح الفريق بعدها، وبيطلبوا من ستون إنها توضح لهم الحقيقة علشان هم مش فاهمين حاجة. فبتعترف لهم ستون إنها من منظمة شاتر، وبيتصدم الكل إن المنظمة طلعت حقيقية. ولكن بيحصل صدمة أكبر، وهي إن كارتر بيقتل السائق ويانج.
وبيقول لها أخيرا كشفتك، وبيضحك عليها علشان كانت متعلقة بناس غريبة أصلا. وبتتعصب ستون جدا وبتهجم عليه، وبينزلوا هما الاتنين قتال في بعض، لكن بيقدر كارتر انه يسيبها بالسكينة وبتكون مسممة. وبنعرف ان كارتر وكيا متعاونين علشان يوصلوا ليها، وستون للأسف بتصاب بالشلل. وبيفهمها كارتر ان هدفهم من الأول هو القلب، وعايزين يوصلوا ليه علشان يتحكموا في كل حاجة. وبنعرف ان كارتر هو اللي سمم التاجر وقتله، وده بعد ما اخذ منه كل المعلومات اللي هو عايزها. وبنشوف انه حقن ستون بجهاز غريب وسابها ومشي. وبتوصل بعدها المنظمة وبتقدر تنقذ ستون، لكن بيتصدموا لما بيعرفوا انها تم اختراقهم. وبعدها بتصحى ستون وبتخرج مشرق، وبتخرج الجهاز من جسمها وبتدمره، وبيقف الاختراق. وبيعملوا فحص ومش بيلاقوا اي فيروسات. وبتقول لهم ستون يقفلوا القلب علشان محدش يوصل له، لكنهم مش بيسمعوا ليها. وبتطلب نومادا تتكلم معاها على الانفراد، وبتتخانق معاها وبتقول لها ان تم وقفها عن العمل علشان خلفت الاوامر وخلفت النظام، وبسببها كان ممكن اصدقائها يفضلوا عايشين. وطبعا بتمشي ستون وهي متضايقه، وبتلاقي ان كيا بتراقبها وبتتصل عليها، وبتقول لها انها تنتقم منها هي وكارتر علشان قتل اصدقائها. وبتكون كيا مصدومه جدا، وبنعرف ان ما كانتش تعرف بقتل حد. وبنرجع لنومادا وبتقابل الاربع ملوك للنظام، وبيكون الكل مرعوب علشان عرفوا ان كارتر كان موجود قبل النظام ما يتعمل، وبسبب خطأ عملوه زمان قتلوه هو وفريقه، ولكن طلع انه لسه عايش ورجع علشان ينتقم بقوة. وبيكون الكل خايف منه. وبنشوف ان كيا مصدومة من اللي عمله كارتر، لكن بيقول لها ان الناس دول مذنبين ولازم يموتوا مفيش حل تاني، وده بيخوف كيا منه. وبتوصل ستون لبيت السائق علشان كان صديقها المقرب، وبتكون زعلان على اللي حصل ليهم، وبتقرر انها تعرف مكان كيا. وبتوصل لمكانهم وبتعرف انهم فيه علشان تنتقم لاصدقائها، وبتقدر فعلا تعرف مكان القلب. وبيكون في السماء وبيحطوا خطة علشان يسرقوه. وفي المقر بيعرف الكل ان تم اختراق المكان الموجود فيه القلب، وده بيخلي الكل مرعوب وازاي وصلوا للمكان. وبيعرفوا ان الاختراق اللي حصل قبل كده كان منهم. وبنشوف ان كيا وكارتر وصلوا لمكان القلب، وبنتفاجئ ان ستون وصلت لمكانهم. وبيكون الكل مصدوم من شجاعتهم وفرحانين، وبتكون هي الامل الوحيد ليهم. وبتوصل ستون لكارتر وكيا، بس بتكون كيا فصلت النظام خالص وخدت القلب بسرعة. وبنشوف قتال عنيف بين كارتر وستون، وبيخلص بهروب كارتر مع كيا وبيفجر المكان. وبنشوف انهم هربوا بالطيارة، لكن بتلحقهم ستون بسرعة وبتخطف كيا وبتقطع الحبل وبتقع من مسافة عالية، بس بيقدروا يفتحوا المظلة، بس من قوة السقوط بيغمى عليهم. وبتصحى ستون وبتلاقي كيا موجهة سلاح لوشها، فبتاخده منها عدو بسهولة، وبتبدأ تفهمها ان كارتر بيستغلها، لكن بيكون دماغ كيا ناشف شويتين. وبعد مسافة طويلة بيلاقوا ست عجوزة وبتوصلهم لقرية قريبة، وفي الطريق بتحط ستون جهاز تتبع في هدوم كيا، وده طبعا من غير ما تاخد لبالها. ولما بيوصلوا للقرية بيقع في فخ من كارتر ورجالته، وبيهجموا طبعا على ستون، بس بتقدر تهرب منهم وبتنط في المحيط. وبنرجع تاني لكيا واللي بيقتل قدامها مساعد كارتر الست اللي ساعدتهم. وهنا بتعرف كيا ان ستون كان عندها حق، وبتصحى من اللي هي بتعمله. اما ستون بتلاقي نفسها على الشاطئ، وبتيجي تنفيذ عملية في المنظمة، وبتطلع صديقتها وبتاخدها في الطيارة. وستون بتكلم نومادا وبتبعت لها مكان كيا وكارتر. وبنعرف ان الملوك الاربعه كل واحد استخبى في حته امان، حتى نومادا وفريقها بيستخبوا في قبو تحت الارض. وبنعرف ان كيا عملت نظام حمايه للقلب وما يتفتحش غير لما تكون على قيد الحياه علشان تطمن انها مش هتتقتل، وده طبعا بيضايق كارتر، لكن مش بيكلمها علشان محتاجها. وبيشغل كارتر القلب وبيبدا في تنفيذ خطته في نفس الوقت اللي بتوصل فيه ستون للبلد اللي هم فيها. وبنرجع تاني لكارتر واللي بيقدر انه يقتل اول ملك من الملوك قدام كيا، وبنشوف ان الملك التاني رايح بنفس المكان كارتر مع جنوده علشان يقتله. وبتكون ستون بتتحرك على مكانهم، وبنشوف ان كارتر قرر انه يقتل نومادا وبيقفل عليهم القبو هي وفريقها وبيقطع الاكسجين. وبتكون كيا مش موافقه على اللي بيعمله ومش عارفه تعمل ايه. وبعدها بيوصل الفريق لمكان كارتر ومعاهم الملك، وبتعرف كيا انه فخ، فبتهكر النظام وبتهرب علشان تكلم ستون وتمنعها انها تدخل المكان. وعلى اخر لحظه مش بتدخل ستون، وبيتفجر المكان وبيموت الملك التاني، وبيتدمر المكان كله وبتتصاب ستون، وبيكون النظام اتعطل. وبيعرف كارتر ان كيا مختفيه وهي اللي ورا اللي حصل ده، وبتقدر نومادا تتصل على ستون وتعرف منها اللي حصل، وبتقول لها انهم هيموتوا كمان ساعه بالظبط ولازم تنقذهم. وبتتحرك ستون على مكان كيا بعد ما عرفت المكان منها، وبتلاقي ان مساعد كارتر وراها بس، وبتقدر انها تقتله في الاخر. وبتوصل المكان لكن بيكون كارتر قبض على كيا وبيجبرها انها تشغل النظام، لكن كيا بتشوف ستون وبتحاول تستدرج كارتر لمكانها، لكن كارتر ذكي وبيلاحظ وجود ستون، وبتهدد ستون ان لو حصل حاجه لكيا كده النظام ملهوش اي لازمه. لكن مش بيكون كارتر مهتم علشان هو كده كده حقق اللي نفسه فيه، لكن بذكائها كيا قدرت انها تشتت كارتر وبتهجم ستون عليه، وبينزلوا ضرب هما الاتنين في بعض، لكن بتتصاب ستون.
وبنشوف إن أصدقائها خلاص هيموتوا، بس بتقدر بمساعدة كيا إنها تقتل كارتر وتنقذ الكل. وبتفرح لمادة لما بتسمع صوت ستون. وبعد 4 أسابيع بتروح ستون لعائلات أصدقائها وبتسيب لهم هدايا منها، وبترجع المقر وبنشوف إنهم قرروا إنهم هيعينوا كيا معاهم وهتبقى جزء من المنظمة. وكمان ستون بتعمل فريق جديد. ولحد هنا بيخلص فيلمنا، فما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، وده علشان يوصل لكم أقوى ملخصات الأفلام.